السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب وحشتوني. طبعا جبت خضار طماطم باذنجان فلفل خيار بطاطس. طبعا بجيب الحاجة دي بحطها في التلاجة، احط الطماطم والخيار والفلفل، بيفضل عندي من اسبوع عشان مش كل شوية هتخرج. طبعا جبت البصل. طبعا هنعمل النهاردة شوية محشي ممبار. جبت بصل 3 متوسطين، قشرتهم وغسلتهم كويس ونخرطهم. يعني بحاول بس أعمل بسرعة عشان اضرب الطماطم قبل النار ما يقطع، والنار ده مشكلة بصراحة. طبعا خرطت البصل اهوت، هنحط الزيت. طبعا جبت فص الثوم قشرتهم وغسلتهم وحطيتهم. لازم تحط طماطم، ده بيبقى جميل اوي في التقلية بتاعة المحشي بالذات. طبعا انا ضربت الطماطم، حطيت في الطماطم وانا بضربها ورقتين لورا، غسلتهم كويس. فصنا حبهان وضربتهم كويس جدا وصفيت الطماطم. طبعا انا بقى عامله شبشقان طماطم. انا الشبشق التاني انا عامله شبشقان طماطم، انا بصفيها واقلبها كويس. احط بقى ما لقيتها غلت كده، احط فلفل اسمر، البهارات بتاعتي فلفل اسمر كمون كزبره. طبعا حطيت كمون الاول أهو. كزبره اهوت، حطيت كزبره واحط ملح.
هنقلبها كويس مع البهارات. حطيت مكعب مرقة، وحطيت قرفة عيدان. أنا طبعا مش متنسوش وانا بحطها. في قرفة ناعمة وفي قرفة عيدان. انا بحب العيدان عشان لو اشيلها عادي. طبعا كنت غسلت الخضرة بتاعته ونقعتها، خضرة المحشي نقعتها. طبعا الوقت ده في النور قطع كويس بقى، عملت التقليب. طبعا غسلت الرز كويس وصفيته، وخرجت خضرة المحشي اللي هو بقى عن شبت، كزبرة، بقدونس، ونحطهم بقى في التقلية. نقلب كويس بقى. لازم تنزل الرز اللي في قلب الطبق. طبعا كل حاجة غلت دلوقتي. هنقلبها. انا طبعا كنت غسلت النور قطع، ما عرفتش اصور معاكم الممبار وانا بغسله. انا غسلت الممبار كويس ونضفته، ونقعته بملح، ليمون، دقيق. الملح طبعا بينزل اي حاجة فيه. غسلته كويس جدا. اقلب بقى. طبعا انا كنت غسلت بقى الممبار. طبعا شطفته كويس وبحشي الحتة دي اتقطعت عشان طبعا. جبت المية عشان تغلي. حطيت فيها حبهان فلفل اسمر، ورق لورا، لغاية ما تغلي خالص، وقام حاطة فيها الممبار. انا هحطه كله وبعدين ارجع لكم. اهو بتغلي اهي. اللهم صل على النبي. اهو كده استوى. انا طبعا انا هحطه مسلوق هنا، لان ما بحبش الحاجه المتحمره لانهم تعبانين. اللي عايز يحمر بيحمر. انا طبعا سلقت، حطلهم مسلوق يعني ما حمرتش. عايزه تحمري حمري، مش عايزه تحمري دي حاجه ترجع. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه حبايب قلبي. باي.